أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا. أهلا بكم في أولى فقرات هذا البرنامج الصباحي، جمعة مباركة والتي يشرفني فيها أن أستضيف الباحث والكاتب والشاعر الفلسطيني الحاج محسن الخزندار، نتحدث منه عن تجربته في الشعر، نستمع أيضا إلى بعض من كتاباته الرائعة التي كتبها. أهلا مرحبا بك حاج محسن. أهلا بك، جمعة مباركة إن شاء الله. بارك الله فيك وبارك الله في أهل فلسطين عامة. يحيى الله بك. حج محسن، يعني أنا محتار صراحة من وين أبدأ معك عن التجارب، عن الكتابات، عن المقالات، عن كل شيء يعني أنجزته في مسيرتك وفي حياتك. يعني ربما نخصص الحديث في هذا اللقاء السريع إن صح التعبير عن كتاباتك الشعرية، ونتحدث عن الشعر. بداية، كيف يعني يرى الحاج محسن واقع الشعر الفلسطيني في هذه الأيام مقارنة بالأيام السابقة؟ الشعب الفلسطيني شعب حي، شعب حي في كل زمان وفي كل مكان. الأمهات الفلسطينية كل يوم بتولد أبطال، وزي ما بتولد أبطال بتعلم مثقفين، وبخرج كل يوم شاعر وكاتب جديد. صحيح انتقلنا من شعر المقاومة إلى شعر أعمق بالوجود، لكن الظروف السياسية الفلسطينية والعربية ما بتسمحش للشاعر والكاتب الفلسطيني يظهر. والانقسام البغيض بيبعد الشاعر الفلسطيني في غزة عن الشاعر الفلسطيني في رام الله. لو الوضع الفلسطيني والبيت الفلسطيني مرتب، بتشوف شعر، بتشوف شعراء، وبتشوف كتاب عندهم كتابات عظيمة جدا، شباب صغار تعجب كيف بيلقوا الشعر أو كيف بيكتبوا الشعر. فإحنا بخير، شعبنا بخير، وأدبنا بخير، ومثقفيننا بخير. عظيم جدا هذه النظرة الجميلة. يعني كما نلاحظ كما تفضلت، يعني الشعراء من الشباب يعني برزوا بكثرة في هذه الأيام. برأيك يعني ما الذي يميز الشاعر الفلسطيني عن غيره ويجعله تحت الأضواء؟ الشاعر الفلسطيني ولد من رحم المعاناة. الشاعر الفلسطيني بيحكي من قلبه، بيكتب بدموعه، وجدان حقيقي. الله. الشاعر الفلسطيني مش مرتزق ولا متسول، بيكتب، بيتعب، بيطبع على حسابه، بيلاقيش ولا مساعدة من أحد. وهذا فخر لكل شاعر ولكل كاتب فلسطيني، حتى لو كان شاب أيضا. احنا بنراهن على شريحة الشباب. نراهن على شريحة الشباب، انه الشباب هم المستقبل، الشباب هم الحاضر، الشباب هم اللي حيرفعوا الراية الفلسطينية على القدس عربية، عاصمة فلسطين الأبدية. عظيم هذه النظرة الجميلة حاج محسن. أيضا يعني نلحظ بأنه هذه الأمور، كتابة الخواطر، كتابة الأشعار من قبل الشباب الناشئين، يعني أصبحت بكثرة، والبعض يطلق على نفسه شاعر وهو يعني في 20 من العمر مثلا، أو في 18 من العمر. برأيك يعني هل من كل نظم بيتين أو جملتين بوزن وقافية أصبح شاعرا وبإمكاننا أن نطلق عليه شاعر؟ والله احنا بدناش نصادر حرية الآخرين، وبدناش نحتكر الشعر على حد. إن ما بداش الشاب الصغير يكتب بيتين، مش حيكتب ديوان. بالضبط. نعطيه الفرصة ونشجعه، وإن أخطأ نعدله خطأه ونحتضنه، بصير شاعر. بالضبط، وهذا هو الكلام يعني الذي نحب أن نسمعه من حضرتك ومن الشعراء الكبار الفلسطينيين أيضا. في هذه الأوقات الجميلة الصباحية، يعني بعض من كتاباتك نريد أن نستمع لها حج محسن. ربما آخر كتاباتك أنا على علم فيها والاطلاع، اللي هي اسمها حن أهل غزة، إن لم أكن مخطئا. لم أنت حضرتك مش مخطئ. هذه قصيدة كتبتها عن غزة، تبتدئ من بيت حنون وتنتهي برفح، بكل مناطقها الجغرافية. بتحب تسمع منها؟ نعم. بقول: غزة قلعة الحرية ما بتموت، ما بهمها تدمير البيوت، من وسط الدمار بكللها كليل الغار. صوب العدو
صوب العدو ما بتهزنا هزة. احنا اهل غزة، ويلي ما عرفت اهل غزة ما عرفت ناس عندهم عزة. الله. لكن في قصيدة احب على قلبي، بحب بس اعطيك جزء منها صغير. تفضل. لانه هذا الديوان لن افرط في دمائي. هذا الديوان تحت الطبع الان في المطبعة. الان هذه التجربة النسخة التجريبية. نعم. لن أفرط في دمائي. لن أفرط في دمائي إن شاء الله. هذا سيرى النور قريبا خلال 10 أيام. قبل أن نستمع إلى جزء من هذا النص، يعني ما محتوى هذا الكتاب حج؟ شعر يؤرخ المرحلة الوطنية اللي عشتها بإحساساتي. نستمع. لا أفرط في دمائي، يحاصرني المكان ويلتحفني العراء، يوحشني برد العراء والأرض تحتي تمعن في الدوار، وينهشني الحنين وأخي هائم في العداء، يفتش في كتاب الماغول وفي أقاصيص القصاة وفي جيوب الشياطين عن فن جديد للجفاء، يحاورني بالرصاصة والحب بيننا لغة كان شرعها رب السماء، يصفعني فأحضنه ويرفضني وأقبله، ينكرني وأنا أمعن في الإيخاء، يرى دمع عيني حبرا لآخر قصيدة للوطن الجريح المدمى، ويجبرني أن تكون في الرثاء. لماذا الجحود وما زال يجمعنا؟ الجرح والبلوى، اللفظ والمعنى، والآه والذكرى، وشلال الدماء. لا تكن أداة الوشاة في كسرى، لا تكن مخلب العادي بلا قصد، ولا تكن يا أخي بلائي، فكم من شهيد في الهواشم جاثم، وكم من جريح تحت ردائي. بغيض هو الحقد الممنهج، والخلاف بلا خلاف، والسجال على هراء. فأنت شطري وشطري طيب، وأنت أخي ونبض دمي، وأنا لا أفرط في دمائي. عد يا أخي، ولا تجعل المسافة بيننا كتلك التي بين الأرض والسماء. الله، ما كل هذه المحبة حج. يعني لاحظنا في هذا النص وفي النص الذي قبله وأثناء حديثك الأمل وروح التفاؤل موجودة. ما السر في ذلك حج محسن؟ الإنسان لازم يعيش في الأمل، لآخر دقيقة في عمره لازم يعيش في الأمل. من حزامه لازم يصنع انتصارات، من فشله لازم يصنع نجاحات. احنا في فلسطين ما عندناش بترول وما عندناش اشي، عندنا شعب الله أكرمه إنه بيزيد بمتوالية، كان عددية الآن يزيد بمتوالية هندسية. نحن شعب لن يموت ولن ينكسر ولن ينقهر. عظيم. كاميرا الكتاب رافقتك حج محسن في البيت، وتعرفنا على المكتبة والإنجازات، وكما نتابع هنا يعني هذه الكتب التي هي بحوزتك ومؤلفاتك أيضا. نتحدث عن هذه الكتب وأهم الكتب التي تقتنيها وتنصح بقراءتها للشباب للجميع أيضا. أول حاجة أنا بنصح كل واحد يبدأ يقرأ تاريخ فلسطين. البداية تاريخ فلسطين. إن قرأ تاريخ فلسطين عرف مسيرة الشعب الفلسطيني في القرن الحديث وما جرى من مؤامرات على شعب فلسطين، بيبدأ يعرف ما هي الدنيا. إذا قرأ قضية فلسطين وفلسطين لازم يقرأ تاريخ الحضارة، أساس الحضارة، ما مر على فلسطين من عثمانيين ومن مماليك ومن صليبيين ومن أيوبيين ومن عباسيين ومن أمويين، ويعرف هذه البلد
كيف كانت مستعمرة من الرومان وكيف حررها الإسلام برسالته السمحة. بده يقرأ يعرف مين كان جيران فلسطين، سواء فراعنة أو أشوريين أو بابليين. بده يعرف مين الهكسوس، بده يعرف تاريخه القديم، بده يعرف جغرافية بلاده. هذه البلاد اللي الله حباها بالجبل وبالسهل بالواد، فيها أقدس بقاع الأرض، فيها خطى المسيح على الأرض ودرج فيها العذراء، فيها أسرى إليها سيدنا محمد وعرج منها. أطهر بقعة في الأرض، هذه الأرض التي لا تحمل ضيم، هذه الأرض التي لا تحمل ضيم. وأنا شرفني الله إني سكنت غزة اللي وصفها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعروسة فلسطين. الله الله على هذه الكلمات الجميلة. لو سألنا كيف يرى الحج محسن غزة بعيونه كشاعر؟ أعشق غزة بحواريها، بأزقتها، بمخيماتها، بكل شيء، بكل تفاصيلها، ببحرها، بسماها، بترابها. أعشقها وأتمنى أن تتكحل عيني بنهاية عمري بترابها. الله. رأيك بالشباب الذين هم في مقتبل العمر والذين يرون غزة بنظرة سوداء، يعني لماذا كل هذه النظرة السوداء؟ أنت عشت في غزة عمر طويل مديد يعني، وما زلت تحب غزة وتراب غزة وبحر غزة، ماذا تقول لهؤلاء الشباب؟ تجربتي بعد 62 عام وأنا لفيت معظم البلاد، والأخص البلاد العربية وجزء من البلاد الأوروبية. لو خيرنا الله بين الجنة وغزة اختار غزة. لو خرجوا من غزة وشافوا إيش قيمتهم، كرامة الإنسان في وطنه، كرامة الإنسان في أهله. كسرة خبزة جافة في غزة أشرف من كل شيء في العالم. الله الله. نعود إلى الكتابات. حج محسن، يعني أتحفتنا بنصوص سمعناها، تريد اسمعنا المزيد من الأشياء المحببة إلى قلبك؟ نستغل هذه الفرصة ونستمع. يمكن أنا حطول عليك لأن أنا كاتب واحدة جديدة خالص جديدة، أو إذا بسمح الوقت ممكن أقول لك إياها. تفضل. الريح طفل المدلل، في ساعة الموت لا أموت، أبقى أعاند سكرتي، وأنزع عن قلبي ثوب الحداد، وألمح في عين عدوي حقد كامنا، وألمح في أعين أطفالي كحل السهاد، وداعب الريح لأهزم الرعد في غيمة السكرى، ليروي غيثي عطش الجياد 30 مؤتمرا، والرعد يكتب قصيدتي، صوت بلا لحن، شعر بلا وزن، بناء ضعيف العماد، لا شيء يكتبني غير سيف عزيز، تعذر على العرب صونه، لكنه كثير في بلادي، كم قمة تحدرنا منها إلى جرف التردي، وأنشدت لنا أهوال التحدي، وزينت لنا الليل في ثواب السواد، ضع رأسك في التراب، كن نعامة الهوان، لكي تصل سليما عفيا للمراد، وكيف أصبر على ذل مقيت، وقد رضعت العز من أجدادي، وكيف أطمس ثورات جدي، وكيف يهنأ الشهيد في الرقاد، وكيف أنكر حليب أمي وعرق أبي على الزيتون، وخطى الخيل المنقوش فوق عشب الوادي، سأكون ما كان أبي، رجل يجند ظله في النوائب، الريح طفل كف المدلل، والصواعق من عتادي، فإن مت يوما في نزال فالريح سينجبها رمادي. الله 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 على هذا الجمال يا حج محسن. ربما دعني أقترب أكثر إلى شخصك وأسأل عن أحب الأوقات إليك للكتابة، يعني ربما تفضل الكتابة في موقت معين، عندما ترى موقف معين، عندما تعيش تجربة معينة، حدثنا عن ذلك.
أول حاجة أنا عندي برنامج كأنه طالب ثانوية. حتى الآن؟ ما في يوم من 30 سنة إلا قرأت من 4 ساعات ل6 ساعات. لكن لما بيصير موقف، سواء كنت في عمل أو في سيارة أو في قهوة أو ماشي، دائما في قلمي معايا وأوراقي معايا، بسجل خواطري وبعود على ساعة صفا أنا ونفسي براجع ذكريات اللي كتبته من ذكريات أو من مواقف. أكثر المواقف تأثيرا على قلبك، يعني ربما عندما تعيش تجربة معينة أو موقف معين يجعلك فورا تمسك ورقة وقلم وتسجل هذا الموقف. موقف إنساني، لحظة ما أتت عائلة السموني إلى مستشفى الشفاء وأنا أعرفها عن قرب العائلة، هذه اللحظة كانت أشد على نفسي وقعا ساعة ما شفت جيتها في مستشفى الشفاء. فكتبت قصيدة ترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية. تحفظ هذه القصيدة حتى الآن؟ طويلة جدا وأنا مستعد نستمع إلى مقطع قصير منها نظرا للوقت السريع الذي انقضى بصحبتك حاج محسن. نعم. طبعا مشاهدينا، هذا اللقاء الأول للباحث والكاتب والشاعر الفلسطيني الحاج محسن الخزندار على فضائية الكتاب، وما زلنا طبعا نستمع منه إلى كتاباته الرائعة ونتعرف عليه وعلى تجربته في هذه الأوقات السريعة. نعم. هذه القصيدة تفضل. كتبتها في عز الحرب. الماظة وزينب، عن عائلة السموني وشهدائها. نبتدئ. أختي الماظة، البارحة كان لنا أهل ودار، اليوم أنا وأنت و14 ربيعا عشناها، مرت علينا كالحلم، جاء العدو الإسرائيلي قتل كل أحبابنا أمام أعيننا، هدموا بيوتنا على رؤوسنا، قتلوا عائلاتنا، أضحينا بلا عائلة بلا مأوى. أختي، أنا وأخواني الخمسة بقينا، صغيرهم طفل ابن عامين، ما لنا في الدنيا أحد. أختي زينب، لقد قتلوا أبي على باب الدار، ثم أمي، ومن بعدهم خالي وعمي، ولم تنجى من الموت لا عمتي ولا خالتي، تركوني أنا وإخوتي للذعر، للخوف، للقهر، للوحدة. هدموا المنازل، حطموا البيوت، جرفوا الشوارع، حفروا الخنادق، قتلوا الجار والصديق، صوبوا البناطق، أطلقوا الرصاص على صدورنا ورؤوسنا، أعدموا أهالينا بدم بارد. اشتبهت علي الرؤية، فحقا جيش العدو الإسرائيلي هم شياطين البشر، جمعوا كل الأسر في منزل، تركوهم للجوع والخوف أيام طوال، وقصفتهم الطائرات بالصواريخ. رحم الله الشهداء حاج محسن رحمهم الله. يعني وددنا لو أن نستمع لها ونستمع لأكثر، لكن الوقت مضى سريعا. يعني في الختام لاحظنا حضرتك ماسك عكازة، يعني ربما لها قصة، أينما تذهب تكون هذه العكازة وأنت في عز شبابك. أنا لا، هذه العكازة عزيزة علي، لأنها عكازة والدي الشهيد الشيخ خاشم الخزندار الذي يحملها والذي استشهد وهو بيده هذه العصا. والدي الشهيد الشيخ خاشم نعمان الخزندار، اللي هو إمام غزة، مؤسس حركة إخوان المسلمين في فلسطين من بداية عام 1934. أول فلسطيني التحق في حركة إخوان المسلمين في مصر عام 1934، وأول أسير لحركة إخوان المسلمين في عام 1941. الحاج محسن أخيرا ماذا يتمنى؟ أتمنى أن أشوف فلسطين حرة عربية، أن أشوف العالم العربي موحد، وأن أشوف راية الإسلام تخفق في كل مكان. أشكرك جزيل الشكر الباحث والكاتب والشاعر الفلسطيني الحاج محسن الخزندار. شكرا جزيلا لك، شكرا لهذا الوقت الذي منحتنا إياه لاستضافتك. شكرا جزيلا لك. شكرا.